اللاعبين اوسمان دياموندي، رقم 21 ايفان ديكا، كونان غيسلاند، سينغو ويلفريد، العميد فرانكيسي، ابراهيم سانغاري، سيكو، عمر دياكيتي وسيباستيان اولر المدرب، وجون لويس غاسي. هذه التشكيله الرسميه اللي اختارها المدرب الفرنسي لهذه المواجهه. هناك بعض التغييرات خصوصا مقارنه مع اخر مباراه، وكذلك بعض الغيابات، ولكن طافره ديال الحكم يحيى عطيه طلات لعبت كره فرصه راسيه، ولكن بامكانه يراو لان هناك مساحه. ابي الحارث كينتظر المسانده، كيرجع كره، وكان هناك شطات الكره لسينغو ويلفريد. امين حارث، عز الدين أناحي، فرصه لفائده المنتخب الفرنسي كمدرب رسمي، قاد سان تيتيان، مونبولي، ايستر، وكذلك يحيى عطيطلا. مراوغه ممتازه يحيى عطيطلا لعز الدين أناحي، ونقدر تنفيذ هذا الخطا. تبنوا ابعاد الكره، لعبات الكره، انطلاقات العميد فرانك كيسي، خروج الحارس ياسين بونو ممتاز. فانا هناك ضغط من يوسف النصيري، فرصه وكان ضغط من يوسف في الوقت اللي لقاء الذهاب كانت 0 لمثله والمنتخب المغربي. سينغو ويلفريد، كره طويله، سالم أبلاح، كان ناصر الزراوي بين سالم أبلاح والحكم المنتخبين. كره في الجهه اليسرى، نيف خطيره في ذات المنتخب الايفواري، خطيره تدخل مره اخرى وابعاد كره. كنقول بان كان هدف محقق لفائده في الوقت اللي سالم أبلاح خارج ارضيه الملعب. ترفعت كره، فرصه راسيه، فرصه بواسطه يوسف النصيري، رفقه اسبانيا البرتغال لتنظيم كاس العالم 2030. تمريره خاطئه، حذري من هذه المحاولات، حذري من التسديده، مشات فوق المرمى، خطيره لفائده المنتخب الايفواري بواسطه فرانك كيسي اللي كيسدد في الوقت اللي هناك اصابه. ترجع الكره للجهه اليسرى، اشرف حكيمي بامكانه يرفع الكره، فرصه مباشره وتدخل الحارس يحيى فوفانا. اشرف حكيمي يرفع الكره داخل، وعلى جميع المنتخبات الوطنيه تواجد المحاوله، فرصه، هناك خطا المحاوله من الجهه اليمنى بواسطه سينغو ويلفريد، رفع الكره ياسين بونو. هذه فرصه داخل منطقه الجزاء، كان هناك لمسه يد، بالفعل كان هناك لمسه يد. الحكم كيعلن على خطا. لاحظوا التحركات ديال سيباستيان اولر امامنا، واحد من اللي سالم أبلاح، ناصر مزراوي، سالم أبلاح، والحكم السنه الماضيه تم تعيينه مدرب للمنتخب الايفواري في الوقت اللي فرصه محاوله خاب الى الدور النصف النهائي من نهائيات كاس أناحي مرة أخرى لنصير من الجهة اليمنى بواسطة اللاعب عمر دياكيتي داخل منطقة الجزاء، تدخل ممتاز. غانم سيس يبعد الكرة في الوقت اللي كان تمريره على مستوى النصيري، مشات كره داخل منطقه الجزاء، فرصه لفائده المنتخب الوطني. اعتماد على سينغو ويلفريد بحث على انه يتوجهوا حتى انه ياخذوا يعني جرعات من المياه اللي كانت جرات كذلك بابيجان الايفواريه. حكم كيمنح خطا بالفعل لغانم سيس، خطا لفائده المنتخب الوطني المغربي. حاولت اخراج الكره، تمريره طويله ولكن خارج ارضيه. شيء خطيره في ذات المنتخب الايفواري، خطيره تدخل نيف اكارد هو اللي بعد الكره في الوقت اللي كانت المطالبه بالخطا بعد التدخل امام يحيى عطيطلا. كره في الجهه اليسرى لفائده اليمنى في الوقت اللي سالم أبلاح، هناك اصطدام الحكم، كان التدخل ديال سالم أبلاح. ناصر مزراوي، خطيره للايفواريين، خطيره ومرت جانبا، خطيره لفائده المنتخب الايفواري بواسطه سيكو فوفانا. امامنا سيكو فوفانا، نتمناوها في الشباك. اشرف حكيمي، فرصه تسديده وتدخل في مناسبتين، من الحارس يحيى فوفانا. تسديده قويه من اشرف، شغل يعمل امين حارث كيمر على سالم أبلاح دائما حتى الكره في البرازيل. يحيى عطيطلا لفائده المنتخب الوطني المغربي والحكم المساعد. هذه فرصه تدخل ديال سالم امين حارث، تلعبات الكره دائريه، فرصه صعود راسيه، فرصه والكره فوق المرمى، ممتاز. كان صعود نيف اكارد وغانم سيس، اعتقد بان نيف اكارد هو اللي لمس الكره وسالم أبلاح، الكره ما مشاتش بعيد. نتابعوا مره اخرى الراسيه ديال فرصه لفائده المنتخب الايفواري، تمريره دخول ديال يحيى عطيطلا اولر، تدخل ياسين بونو، ديال ياسين بونو. كانت محاوله خطيره لفائده المنتخب الايفواري سيباستيان اولر. العمق، هذه فرصه امين حارث يبحث على المسانده مع الكره، هذه فرصه راسيه، فرصه ودائما محاوله، كره وصلت لهالر، خطيره والهدف. سيباستيان هالر يتمكن من وضع الكره في الشباك.
هدف أول، فرحة كبيرة للجماهير الإيفوارية. قلت بأن سيباستيان هالر لاعب لاحي. أمين حارث فرصة لبداية المنتخب الوطني المغربي، تمريرة ولكن نصير تمريرة بحث على أمين حارث، ولكن آخر جولة من تصفيات كأس إفريقيا. لقاء غيدور تبادل المحاولة من الجهة اليمنى، سينغو ويلفريد، تدخل الدفاع. صباحو اللاعب أول لاعب مغربي كان حاضر في قائمة المرشحين. كان تدخل أمين عدلي، وصلت كرة لأشرف حكيمي. المجموعة هو الأهم، بحيث كل ما توفرت الرغبة والطموح فلذلك صيري. كرة في جهة اليسرى، تمريرة من طرف كونان غيس. إبراهيم سانغار، كرة طويلة خطيرة في يد المنتخب الإيفواري. لحسن الحظ العودة ديال غالب سيس أمام سيباستيان هالر، لاعب خطير ومهاجم. عبد الصمد الزلزولي، انطلاقه من جهه اليسرى، دي فرصه. اذا اشرف حكيمي تلعبات الكره دائريه، سيكون مهم جدا بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. هناك وضعيه تسلل في ذات المنتخب الايفواري، حذري البحث على التسديد من طرف. فرصه في ذات المنتخب الوطني المغربي، عز الدين أوناحي، تمريره ولكن عند اللاعب ابراهيم سانغاري، تسديده تدخل اقرب لاشرف حكيمي. اشرف حكيمي شنو يعمل؟ اشرف حكيمي تسديده ولكن بعيده، بعيد على مرمى في الجهه اليسرى. عند كونان ايزلان داخل منطقه الجزاء، تدخل ممتاز. فرصه المنتخب الوطني المغربي، سالم املاح طلب الكره، امين عندي فرصه ولكن المنتخب الايفواري خطيره للايفواريين، ولحسن الحظ مشات جانبا. عمر دياكيتي، كره جانبا، ولاحظوا رده فعل وليد الكراكي، محاولة شكلت خطورة واضحة. نتابعوا مرة أخرى، لاحظوا هناك فراغ على مستوى ديال فرانكيسيا، ولكن هناك تغطية. كانت العودة ديال نصير فنان لجوناثان بامبا. سيرجع الكون، جاب هذه المحاولة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. مشات الكرة في جانبنا، أشرف حكيمي ليحيى عطية يطلع لمستوى الجهة اليسرى. سالم أملاح، انطلاقة سالم أملاح في مجموعة وليد الكراكي، ترفعت كرة خطيرة لفائدة منطقة الجزاء. فرصة إمكانية تسديد، عز الدين أوناحي لفائدة المنتخب الوطني. توصل الكره لابراهيم سانغاري، ترفع الكره خطيره في بدايه المنتخب الايفواري. حذري العوده ديال يحيى عطية الله، ممتاز. العوده ديال يحيى عطية الله في الوقت اللي كانت السرعه ديال عمر دياكيتي امامنا. تابعوا مره اخرى، كان محاصر من تمريره البحث على ايوب الكعبي. فرصه والهدف. هدف التعادل لفائده المنتخب الوطني المغربي. هداف الدوري اليوناني ايوب الكعبي يضع الكره في الشباك، اول لمسه للقناص للهداف يضعها في مرمى يحيى فوفانا. فرحه كبيره الجماهير المغربيه واللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. تحدثت على ايوب الكعبي، هداف الدوري اليوناني، 5 ديال الاهداف، متالق حاليا مع اولمبياكوس، وكان ساهم في فوز ديال فريقه اولمبياكوس في العديد من المباريات. يتمكن من توقيع هدف التعادل في اول عوده له لصفوف وللمنتخب الوطني المغربي. لاحظوا وسط الكره. أكد الناخب الوطني وليد الركراكي أنه سيقوم بإجراء مجموعة من التغييرات على التشكيل الأساسي للمنتخب المغربي في المباراة القادمة أمام المنتخب الليبيري، برسم مؤجل الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا الكوت ديفوار 2023. وقال الركراكي بعد التعادل مع الكوت ديفوار: هذه المباراة في أفريقيا ويجب التعلم منها، لأن اللاعبين لم يلعبوا في أفريقيا منذ مدة، وسنرى لاعبين آخرين أمام ليبيريا. وأضاف: قمنا بمجموعة من الأخطاء ونحن من منح المنافس الكرة، وبهذا المستوى سواء بكأس أفريقيا أو أي مباراة في الكرة لا يمكن القيام بتلك الأخطاء التي قمنا بها في الجولة الأولى. لقد منحنا المنافس الكرة للقيام بالمرتدات والقيام بمحاولات سانحة للتسجيل، لكن هذا ما يجب أن يتم التعلم منه، وكان بإمكاننا تسجيل الهدف الثاني. وانتهت مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الإيفواري بالتعادل الإيجابي، هدف لمثله، حيث افتتح النتيجة للإيفواريين المهاجم سيباستيان هالر، فيما عدل الكفة للأسود اللاعب أيوب الكعبي.